شارف كارثه يمكن نصف الامر هكذا الجابون في حال عدم الفوز. يعني وخاصه يا معز في المباراه الاولى مباراه الافتتاح شفنا ازاي الضغط والقلق اثر على اداء المنتخب الجابوني. في توتر، في ضغط، في شحن زائد، كل ده اثر على قرارات اللاعبين في الملعب. النهارده هتزداد صعوبه اكتر انه هيلاعب فريق اقوى من غينيا بيساو. المستوى اللي ظهر بيه بوركينا فاسو في المباراه اللي قدام الكاميرون هيظهر مدى صعوبه المباراه. وايضا وللاتحاد الافريقي، يعني الاتحاد الافريقي باش يعمل كل ما بوسعه يعني انه الجابون بين السطور كان ان الجابون سيمر، لكن المشكله هناك الكاميرون. يعني اذا اراد الاتحاد الافريقي مساعده الجابون هو اليوم محمد بوتريكا وايمانويل مونيكيه بتسيمان المساعده اليوم، لان عيسى حياته ما يقدرش يساعد الكاميرون. عيسى حياته ينزل يلعب الجابون؟ لا عنده مساعد حيلعب اليوم. عنده مساعد يعني تتذكر بالنسبه لحسام حاج علي الضغط كله سيكون على طاقم التحكيم اكثر من الفريق. تتذكر نفسه تونس وغينيا الاستوائيه ماذا فعل الحكم؟ لان غينيا الاستوائيه استغربت البطوله وما كانت من النقطه دي قبل حاجه برضو، علشان انا عايز اوصل يعني حاجه محدده، ان هو محمد ابو تريكه النقد مسموح، التجريح لا، ولكن معلش مع احترامي ليك بيعمل لك شيء من المراره لما لا براحته. براحته؟ ولا شيء من المراره؟ ولا شيء من المراره، براحته. انا بتصدق على عرضي على الجميع. بس تريك انت لحم ودم زينا، يعني اكيد بتتضايق بتزعل، او مش ممكن يعني اكيد بتزعل لان مش ده اللي جواك. انا دايما يحضرني موقف النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني في ملخص الحوار كان احد يشتم او يسب ابا بكر في حضره النبي صلى الله عليه وسلم. فمره شتمه ابو بكر ما بيردش، مرة تانية ما ردش، الثالثة بقى سيدنا أبو بكر بشر زينا فرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه لأبو بكر إن كان الملائكة بترد عنه. فأتمنى إن شاء الله يبقى الملائكة ترد، الواحد ما بيبقاش دايما، ده مش مجال برضو إن الناس تجرح والناس تنقد، إنما تنقد تماما بالظبط. وفي نفس الوقت أنا زي ما بقول لك يعني دايما احد الصحابه بس غائب عني الاسم، دايما قبل ما كان ينام، قبل ما يحط دماغه كده على المخده يقول لك يعني هو تصدق بعرضه على المسلمين. فدي الحاجه اللي الواحد يتمنى ان هو يتصدق بيها. بس ربنا يديك الصحه يا تريك. ساعات الواحد بيغل كده انا بطلع الغل على البشريه يا تريك لاولادي. انما انا يعني الحمد لله صدري رحب يعني انا يعني مسامح الجميع، مسامح فيما اخطا في حقي وفيما انا اخطات في حقي. اتمنى ان انا الناس تبدا صفحه جديده. ده في العادي ولا احنا عشان في بدايه سنه جديده؟ لا في العادي. ده في العادي بس واتمنى ان ان شاء الله نبدا سنه جديده، نبدا سنه كويسه ان شاء الله في مصر، لمصر، للجميع ان شاء الله. وكررها تاني ان انا كنت اتمنى ابو تريكه يجيب فيه هدف عشان يتضاف في تاريخي ان ابو تريكه جاب هدف في عصام الحضري. ابو تريكه اسطوره في الكره المصريه والواجهه المشرقه بالنسبه للكره العربيه بوجهه نظري. انضف شخصيه ممكن تتعامل معاها في كل حاجه. انا كنت اتمنى للكابتن ابو تريكه يبقى موجود وانا العب معاه. ما فيش حد هيجي زي ابو تريكه. انت تحب ابو تريكه؟ هو بموت في ابو تريكه، لان اللي ما يحب ابو تريكه ما يحب كره قدم. ما لاحظنا ابدا اي يوم من الايام ان في تصرف سلبي من ابو تريكه ياثر على مسيرته وعلى تقدير الناس له. افضل لاعب عربي محمد ابو تريكه. يا سلام يا ابو تريكه، عظيم، ولد. Abu Trika is the best or even the best person كان واحد من احسن الشخصيات او يمكن احسن شخصيه في حياتي كلها. ابو تريكه the fantastic player، لاعب رائع. انا فاكر اللحظه دي يعني ابو تريكه عبر لي باحساس يعني انا مش ناسيها، بقول لك الحته ديت، وفضل شايلني فتره طويله جدا وجالي. فدي من المواقف اللي انا مش هنساها، لان انا ليا مواقف كتير مع ابو تريكه. كان في راجل اليوم موجود في وسط الملعب هيك ورفع تحيه لفلسطين ولغزه بعد الحرب، طول عمره واقف معانا. ابو تريكه والهدف. هلا 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 يا قمار. بفتخر بابو تريكه. جيت في مره انا ادينا له مليون جنيه جايزه من موبيل وكده،
بدل ما ياخد المليون جنيه راح متبرع بيها للملاجئ وكده وبتاع. واهتزت له القاعة عندما وضع يدا على يد وقال المصريين والجزائريين يجب أن يكونوا إخوة. الحرب الباردة اللي صارت في 2010 حرب إعلامية، حرب إعلامية 2009 يبقى هو الجمهور الجزائري يصفق له. وبتمنى ابقى نص حتى لو هو اللي عامله كابتن ابو تريكه يعني. بطل العربي، بطل الاهلي، بطل المنتخب المصري محمد ابو تريكه طبعا، ورحب به مره اخرى في الاستوديو باكثر حراره. تبقى شخصيه ممكن ما تتكررش في الكره المصريه لفتره كبيره جدا. خلق قلوب الجماهير العربيه كل ابو تريكه من الشخصيات اللي حبيتها، من الشخصيات البسيطه جدا. ابو تريكه اخلاق ابو تريكه هيك، فلو مهما اتكلمت من هنا للسنه الجايه مش هديله حقه يعني. الله يا ابو تريكه، كم وددت وكم تمنيت وكم حلمت ان اعلق على مباراه يتواجد فيها اسمك، فليشهد التاريخ اني الان اصبحت معلقا. موضوع ولا اتكلم في مليم، ولا اتكلم هياخد كام، ولا ده هيدوني كذا ولا اتكلم في كده. هو حابب انه يكون موجود في المكان ده، عشان كده كمان ربنا كرمه يعني. في نفس الوقت التجديد بقى الثاني بتاعه نفس الكلام، فكلمته لقيته جايب العقود، راح ماضيها وماشي. برضه ولا اتكلم في اي حاجه. رئيس نادي في السعوديه طلب مني ابو تريكه الماتش اعتزال احدى اللاعبين، وعرض مبلغ كبير. ابو تريكه رفض الفلوس كلها، رفض، قال لك لو رحت هروح العب ماتش وارجع. كارثه يمكن نصف الامر هكذا الجابون في حال عدم الفوز. يعني وخاصه يا معز في المباراه الاولى، مباراه الافتتاح، شفنا ازاي الضغط والقلق اثر على اداء المنتخب الجابوني. في توتر، في ضغط، في شحن زائد، كل ده اثر على قرارات اللاعبين في الملعب. النهارده هتزداد صعوبه اكتر انه هيلاعب فريق اقوى من غينيا بيساو. المستوى اللي ظهر بيه بوركينا فاسو في المباراه اللي قدام الكاميرون هيظهر مدى صعوبه المباراه. وايضا وللاتحاد الافريقي، يعني الاتحاد الافريقي باش يعمل كل ما بوسعه يعني انه الجابون بين السطور كان ان الجابون سيمر، لكن المشكله هناك الكاميرون. يعني اذا اراد الاتحاد الافريقي مساعده الجابون هو اليوم محمد بوتريكا وايمانويل مونيكيه بتسيمان المساعده اليوم، لان عيسى حياته ما يقدرش يساعد الكاميرون. عيسى حياته ينزل يلعب للجابون، لا عنده مساعد حيلعب اليوم. عنده مساعد يعني تتذكر بالنسبه لحسام حاج علي الضغط كله سيكون على طاقم التحكيم اكثر من الفريق. تتذكر نفسه تونس وغينيا الاستوائيه ماذا فعل الحكم؟ لان غينيا الاستوائيه استضافت قبل حاجه برضو علشان انا عايز اوصل يعني حاجه محدده، ان هو محمد ابو تريكه النقد مسموح، التجريح لا، ولكن معلش مع احترامي ليك بيعمل لك شيء من المراره لما لا براحته. براحته؟ ولا شيء من المراره؟ ولا شيء من المراره، براحته. انا بتصدق على عرضي على الجميع. بس تريكه انت لحم ودم زينا يعني، اكيد بتتضايق بتزعل، ومش ممكن يعني اكيد بتزعل لان مش ده اللي جواك. انا خلي دايما يحضرني موقف النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني في ملخص الحوار كان احد يشتم او يسب ابا بكر في حضره النبي صلى الله عليه وسلم، فمره شتمه ابو بكر ما بيردش، مرة تانية ما ردش، الثالثة بقى سيدنا أبو بكر بشر زينا فرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه لأبو بكر إن كان الملائكة بترد عنه، فأتمنى إن شاء الله يبقى الملائكة ترد، الواحد ما بيبقاش دايما، ده مش مجال برضو إن الناس تجرح والناس تنقد، إنما تنقد تماما بالظبط. وفي نفس الوقت أنا زي ما بقول لك يعني دايما احد الصحابه بس غائب عني الاسم، دايما قبل ما كان ينام، قبل ما يحط دماغه كده على المخده يقول لك يعني هو تصدق بعرضه على المسلمين. فدي الحاجه اللي الواحد يتمنى ان هو يتصدق بيها. بس ربنا يديك الصحه يا تريك. ساعات الواحد بيغل كده انا بطلع الغل على البشريه تريك لاولادي، انما أنا يعني الحمد لله صدري رحب يعني انا يعني مسامح الجميع، مسامح فيما اخطا في حقي وفيما انا اخطات في حقي. اتمنى ان انا الناس تبدا صفحه جديده. ده في العادي ولا احنا عشان في بدايه سنه جديده؟ لا في العادي. ده في العادي بس واتمنى ان ان شاء الله نبدا سنه جديده، نبدا سنه كويسه ان شاء الله في مصر، لمصر، للجميع ان شاء الله.
وبكررها تاني ان انا كنت اتمنى ابو تريكه يجيب فيه هدف عشان يتضاف في تاريخي ان ابو تريكه جاب هدف في عصام الحضري. ابو تريكه اسطوره في الكره المصريه والواجهه المشرقه بالنسبه للكره العربيه بوجهه نظري. انضف شخصيه ممكن تتعامل معاها في كل حاجه. انا كنت اتمنى الكابتن ابو تريكه يبقى موجود والعب معاه. ما فيش حد هيجي زي ابو تريكه. انت تحب ابو تريكه؟ هو بموت في ابو تريكه، لان اللي ما يحب ابو تريكه ما يحب كره قدم. ما لاحظنا ابدا اي يوم من الايام انه في تصرف سلبي من ابو تريكه ياثر على مسيرته وعلى تقدير الناس له. افضل لاعب عربي محمد ابو تريكه. يا سلام يا ابو تريكه عظيم. And Abu Trika is the best or even the best person that كان واحد من احسن الشخصيات او يمكن احسن شخصيه في حياتي كلها. ابو تريكه is a fantastic player. لاعب رائع. انا فاكر اللحظه دي بقى يعني ابو تريكه عبر لي باحساس انا مش ناسيها، بقول لك الحته ديت، وفضل شايلني فتره طويله جدا وجالي، فدي من المواقف اللي انا مش هنساها لان انا ليا مواقف كتير مع ابو تريكه. كان في رجل اليوم موجود في وسط الملعب هيك ورفع تحيه لفلسطين ولغزه بقى في الحرب، طول عمره واقف معانا. ابو تريكه والهدف. هلا 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 يا قمار. بفتخر بابو تريكه. جيت في مره انا ادينا له مليون جنيه جايزه من موبيل وكده، بدل ما ياخد المليون جنيه راح متبرع بيها للملاجئ وكده وبتاع. واهتزت له القاعة عندما وضع يدا على يد وقال المصريين والجزائريين يجب أن يكونوا إخوة. الحرب الباردة اللي صارت في 2010 حرب إعلامية، حرب إعلامية 2009 يبقى هو الجمهور الجزائري يصفق له. وبتمنى ابقى نص حتى لو هو اللي عامله كابتن ابو تريكه يعني. بطل العربي، بطل الاهلي، بطل المنتخب المصري محمد ابو تريكه طبعا، ورحب به مره اخرى في الاستوديو باكثر حراره. تبقى شخصيه ممكن ما تتكررش في الكره المصريه لفتره كبيره جدا. دخل قلوب الجماهير العربيه الكل. ابو تريكه من الشخصيات اللي حبيتها، من الشخصيات البسيطه جدا. ابو تريكه اخلاق ابو تريكه ايه، فلو مهما اتكلمت من هنا للسنه الجايه مش هديله حقه يعني. الله يا ابو تريكه، كم وددت وكم تمنيت وكم حلمت ان اعلق على مباراه يتواجد فيها اسمك، فليشهد التاريخ اني الان اصبحت معلقا. موضوع ولا اتكلم في مليم، ولا اتكلم هياخد كام، ولا ده هيدوني كذا ولا اتكلم في كده. هو حابب انه يكون موجود في المكان ده، عشان كده كمان ربنا كرمه يعني. في نفس الوقت التجديد بقى الثاني بتاعه نفس الكلام، فكلمته لقيته جايب العقود راح ماضيها وماشي. برضه ولا اتكلم في اي حاجه. رئيس نادي في السعوديه طلب مني ابو تريكه الماتش اعتزال احدى اللاعبين وعرض مبلغ كبير. ابو تريكه رفض الفلوس كلها، رفض، قال لك لو رحت هروح العب ماتش وارجع.